السلام عليكم إخوة حبايبي. أسود الأطلس أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الملوك، وتعالى نتكلم على العظمة، على الإبداع، على الإمتاع، على الإقناع، على الروح، على العزيمة، على الإصرار، العزيمة المغربية. ودرس للجميع، مش بس درس الأمريكا، مش بس درس الأمريكا اللي كانوا بيتمرقعوا في الشوط الأول في نهايته بعد النتيجة ما راحت ل5-3. لا، لما تلعب قدام المغرب خلي بالك لحد آخر لحظة. خلي بالك ان المنتخب المغربي ناوي يعمل لك حاجه محترمه جدا. عارف يعمل ايه؟ يديك الريمونتادا. وهنا لازم اقول اي بطوله بيشارك فيها المنتخب المغربي تحس ان فيها حاجه حلوه، تحس ان فيها متابعه جامده، تحس ان هي بقى ليها طعم، بقى ليها شكل، بقى لها يعني تحس ان في شغف كده، زي ما في الجماهير المغربيه عندها شغف قوي جدا لمتابعه اي لعبه واي شخص يرتدي القميص المغربي. احنا كمان بنحس واحنا بنتفرج على المغرب، لا حس ان في يعني لعيبه بتقاتل كده، لعيبه عايزه تكسب، رغم ان ممكن يبقى في بعض الالعاب في فوارق، لكن الفوارق دي بيعوضها المغرب بالروح، بالعزيمه، بالاصرار، بالتركيز لحد اخر ثانيه، بالقتاليه على المكسب. دايما يدي لاي حد يقول لك ان الدنيا صعبه او المغرب مش هتكسب، اديله على دماغه. المنتخب المغربي دخل المباراه كسب 1-0، بعد كده 1-2-3 لامريكا، رجع بهدف تاني 3-2، 5-2 لصالح امريكا، الموضوع انتهى. لا، انا هحاول، انا هقاتل، انا هشتغل، انا هبذل مجهود، انا هحاول ارفع الرايه. انا عايز اشكر بيكيه على دعوته للمنتخب المغربي، وبصراحه هو ذكي قوي، ذكي قوي، وعارف يعني ايه تسويق. وهنا في ناس ممكن تتريق على بيكيه، لا انا بشوف ان بيكيه ده ذكي قوي، ودماغه دي دماغ معلم، لانه فكره انه يعني يعمل دعوه للمنتخب المغربي، فهو عمل انتشار قوي جدا، مش بس في افريقيا بالمتابعات اللي هتشوفها والمشاهدات والنسب اللي بتعلى، لا بس ده انت فكره ان العالم كله كده بيروح الجماهير المغربيه في كل مكان. وطبعا شفناها في كل البطولات اللي فاتت، يعني عايز لو وراك وقت ممكن احكي لك على كل البطولات اللي مهما كان اسم البطوله، بمجرد مشاركه المنتخب المغربي بتلاقي الموضوع بيتغير، والقصه بتتغير، والشكل بيبقى تاني، وحاجه تانيه، وقصه تانيه، وما شاء الله. ما شاء الله للمنتخب المغربي النهارده. تعالى كمان اكلمك يعني في خلاصة المباراة. المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الملوك، وبصراحة تحس إن كأس الملوك معمول باسم المغرب. ما هو مفيش ملوك غير المغرب، أنت هنهزر ولا إيه؟ إحنا هنهرج ولا إيه؟ روح مغربية النهاردة، عزيمة مغربية، شغف، يعني إبداع، رجولة. النهاردة شفنا يعني أعمار سنية موجودة عالية لصالح المغرب، لكن كل الكلام ده تم تعويضه بعزيمة اللعيبة. شوط تاني كان فيه محاولات، الهدف الذهبي دي فكرة عالمية بصراحة، ثم ركلات الجزاء، ثم 9-8. فمليون مبروك للمنتخب المغربي اللي بيدينا دروس كل يوم، وبيدي دروس للناس اللي بتحاول تتكلم على المغرب وبتحاول تقلل من اي حاجة مغربية. لا بالعكس، المنتخب المغربي في كل الالعاب، في كل الالعاب ما شاء الله عليه، حاجة محترمة. تيجي يا جماعة نعمل حاجة حلوة، تيجي نتعلم من المغرب، تيجي نشوف المغرب ناجحه ازاي ونتعلم منها، تيجي نشوف الناس دي اشتغلوا ازاي وبذلوا مجهود ازاي، وكميه الالعاب اللي موجودين وبيشاركوا فيها، وعندهم تطور، وعندهم يعني نظام محترم، استراتيجيه ماشيين عليها. تيجي نتعلم منهم، مش عيب، مش عيب، لان لما تتعلم من الناجح حاجه تفيدك. ليه؟ لو خدت الناجح تارجت ليك هتتعلم وهتمشي، لكن لو قعدت تتكلم على الناجح انه ايه اللي انت بتعمله ويضحك عليه، عمرنا ما هنتقدم بصراحة. للمرة المليون، وانا مش اول مرة اتكلم على الاسود. المنتخب المغربي بيسطر دروس بالمجال للجميع. عايز تنجح قلد المغرب، عايز تنجح اتعلم من المغرب، عايز تنجح اعمل زي المغرب، هتنجح ان شاء الله. اخواتي وحبايبي، سلام.